إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة سؤال وجواب لتكنولوجيا المعلومات والسيارات. معكم أحمد المصري. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنقدم محاضرة وشرح لموضوع جالنا بعض الأسئلة والاستفسارات عليه على البريد الإلكتروني الخاص بالقناة. بيتكلم على رسالة خطأ بتظهر على بعض أنظمة الأندرويد، منها مثلا نظام أندرويد 4 و2 اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، وأندرويد 5 وأندرويد 6 اللي هي الأنظمة الحديثة. الرسالة دي اللي هي بتظهر لك على الشاشة كده لما بتكون شغال على التليفون مثلا، يقول لك ايه: تم ايقاف واجهة النظام، زي اللي هتظهر دلوقتي كده. مثلا على سبيل المثال شوف مثلا الرسالة دي، لو انا بضغط على الزرار بتاع الهوم هنا فيظهر لك رسالة يقول لك ايه: تم ايقاف واجهة النظام. شايف؟ زي اللي هتظهر دلوقتي كده بالظبط. شايف الرسالة دي: تم ايقاف واجهة النظام. طبعا انا بضغط على الزرار الهوم هنا عشان عايز اتنقل ما بين القوائم. ده بالنسبة لاندرويد 4. تمام. طيب بالنسبة لاندرويد 5 واندرويد 6، بتضغط على زر بتاع القوائم اللي بيظهر لك القوائم المفتوحة عندك او التطبيقات المفتوحة من الزرار اللي في الجنب ده، يعني اتعكست. تمام. طيب دلوقتي انا هعرف نظام التشغيل بتاعي ازاي. مثلا انت لو دخلت على الضبط هنا وعلى المزيد، هتنزل على حول الجهاز، هتلاقي عندك نظام الاندرويد اللي هنشرح عليه اللي هو اندرويد 4.2 زي ما انتم شايفين كده. تمام. طيب الرسالة اللي بتظهر لي دي ازاي اتخطاها؟ اولا انت عندك يعني 5 حاجات هنتكلم عنهم، لازم تاخد بالك منهم جدا. تمام. اول حاجة ان انت لو عامل تحديث او ابديت للسوفت وير بتاع الجهاز، يا ريت تلغيه. تمام. يعني لو انت عامل اصدار اعلى للجهاز، الغي الاصدار ده. تاني حاجة لو انت عامل روم جديد للجهاز، يا ريت برضو ان انت تلغي الروم ده. تمام. آه... تالت حاجة لو انت عندك برنامج مثلا، اللي هي البرامج اللي بتعمل الاشعارات اللي هنا، اللي هي بتغير لك شكل الاشعارات والكلام ده، كل ده الغيه برضو، لان اوقات بيبقى لها دخل في الحكاية دي. تمام. قابلناها كتير في بعض الاجهزة. دول اول 3 حاجات، اللي هي يعني لو عندك اصدار اعلى من السوفت وير بتاع الجهاز تلغيه، لو عندك روم جديد انت عامله للجهاز الغيه، لو عندك برامج بتغير نظام الاشعارات في الجهاز واللي هو النوتيفيكيشن اللي بيظهر لك هنا ده، كل ده تلغيه برضو. تمام. وتجرب تقفل الجهاز وتفتح تاني وتجرب. طيب ما جابتش معاك، عندك بقى في حلين اخرى هتقدر انت تعمله: الحل الرابع والحل الخامس. هنيجي على الحل الرابع اللي هو اعادة ضبط التفضيلات. ازاي هتوصل لإعادة ضبط التفضيلات؟ هتوصل هنا عن طريق الضبط، هتدخل على الضبط. تمام. وبعد كده بتدخل على المزيد، وبتدخل عندك هنا على مدير التطبيقات. تمام. هتلاقي عندك دي طبعا اللي هي ديت الطريقة الأولى في جوه الضبط. دي الطريقة الأولى بالنسبة إيه للضبط، اللي هي إعادة ضبط التفضيلات. هتدخل عندك على الزرار بتاع السيتنج هنا بتاع الإعدادات، وتعمل إعادة ضبط تفضيلات التطبيق. تمام. تضغط عليه كده، هيجي هنا يقول لك ايه: سيؤدي ذلك الى اعاده ضبط جميع التفضيلات من اجل التطبيقات التي تم الغاء تفعيلها. اختارات التطبيق التي تم الغاء تفعيلها: التطبيقات الافتراضيه الخاصه بالاجراءات، قيود بيانات الخلفيه الخاصه بالتطبيقات. وبقول لك هنا في الاخر ايه: لن تفقد بيانات خاصه بالتطبيق. بتقول له اعاده ضبط التطبيقات. تمام. بس كده، مفيش اكتر من كده. دي الخطوه اللي احنا بنعملها. خلاص. طيب نرجع بقى نجرب، نضغط على زر الهوم تاني ونشوف هيجيب معانا ولا لا. تمام. برضو المشكلة كده لسه متحلتش. خلاص. طيب طالما المشكلة متحلتش معايا، اعمل ايه؟ لو المشكلة متحلتش معاك، هنروح للحل رقم 5. الحل رقم 5 ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا هدخل على بحث جوجل ده بس عن طريق الضبط. تمام. وهنعمل حاجة هنا، يعني لو انا دخلت دلوقتي على هلغي اخر تحديث ليه، بدخل هنا على الضبط، بدخل على الضبط.
الجهاز بطيء شوية بس. طيب بندخل على الضبط بتاعنا، وبندخل على المزيد، وبندخل برضو على مدير التطبيقات، وهندور وهندخل هنا على الكل. تمام، هتختار الكل زي ما انت شايف كده، هتختار الكل وتضغط هنا وتقول له اعادة ضبط التفضيلات. تجرب هنا برضو، تمام، وتجرب تشوف هيجيب معاك ولا لا. تمام، وترجع تخرج بره وتجرب، تضغط على زر الهوم هنا ونشوف هيجيب معانا ولا لا. برضو كده المشكلة ما اتحلتش. تمام. طيب هندخل بقى على الضبط، على المزيد، مدير التطبيقات، هنجيب الكل. تمام، وتدور معايا على بحث جوجل او تطبيق جوجل. خلاص، اللي هو هيظهر معانا هنا دلوقتي. ننزل ندور عليه كده. هتيجي هنا هتلاقي معايا تطبيق جوجل اللي هو ده. تمام، تضغط عليه وتقول له الغاء تثبيت التحديثات. سيتم الغاء تثبيت جميع التحديثات التي تم اجراءها لتطبيق نظام اندرويد. قول له موافق. هل تريد استبدال هذا التطبيق باصدار المصنع زي ما انت شايف كده؟ تمام، اقول له موافق. بقول لي هنا انتهت الازالة. خلاص. طيب بخرج بقى عادي، مفيش مشاكل، وبتضغط هنا زي ما انت شايف كده. شفت المشكلة اتحلت الحمد لله. واضح؟ يبقى ده حل المشكلة. يبقى اول حاجة اللي هو لو عندك اصدار اعلى للجهاز بتحذفه. تاني حاجة لو عندك روم على الجهاز بتحذفه. تمام. لو عندك برامج بتغير بتعمل سمات وتغيير في الاشعارات والكلام ده بتحذفها. ما جابتش معاك نتيجة، بتدخل على المرحلتين الاخرى اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هو اعادة ضبط التفضيلات زي ما شوفنا كده، وبتدخل على الكل. تمام، وتعمل اعادة ضبط. ما جابتش معاك، هتدخل على بحث جوجل او باسم بحث جوجل او تطبيق جوجل، وتدخل تعمل الغاء اخر تحديث. تمام، اخر ابديت نزل، وبتعمل الغاء تثبيت، وبعد كده المشكله بتتحل معاك بمنتهى السهوله ان شاء الله، بدون ما بتحتاج ان انت تعمل فورمات ولا اعاده ضبط مصنع ولا القصص دي. طيب كل ده ما جابش معاك نتيجه، في الحاله دي هتضطر طبعا ان انت تعمل اعاده ضبط مصنع للتليفون وتبدا من جديد. خلاص. هو ده كان شرح النهارده. وطبعا ما تنساش ان ايا كانت المعلومة اللي بنوصلها لكم احنا بنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات اللي بتجيلنا على الايميل. يعني ده مثلا محاضرة زي بتاع النهاردة دي عبارة عن مشكلة قابلت الناس، فاحنا بنحلها، بنحول السؤال اللي جاي لنا الفيديو بنطرحه للناس عشان الناس تستفيد. تمام، زكاة العلم نشره وتعليمه. ويا ريت برضو تساهم في كده ان شاء الله. والحمد لله القناة كل يوم زي ما انتم شايفين بتنجح يوم عن يوم الحمد لله. يا ريت نوصل للناس كلها. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتنشر وتشارك في كل مكان عشان غيرك يستفيد. وجزاك الله خيرا طبعا على كده. وتحياتنا ليكم. ولو عندك اي اسئله واستفسارات سيبها لنا في التعليق عشان نجيب عليها ان شاء الله. وايا كانت المعلومه اكيد لو مش مهمه بالنسبه لك اكيد بتفيد غيرك. ممكن تكون انت شايفها صغيره غيرك بيشوفها كبيره وبتفيده. وان شاء الله بالتوفيق للجميع. تحياتنا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله. ما تنساش تشترك معنا في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولو محتاج يوصلك اشعار على موبايلك عشان تعرف ان في فيديو جديد نزل في القناة وتقدر ان انت تشوفه، تقدر تضغط على علامة الجرس الموجودة بجانب زر الاشتراك. وبمجرد ما ينزل فيديو جديد في القناة يوصلك اشعار على موبايلك يعرفك ان في فيديو جديد نزل في القناة، فتقدر ان انت تدخل وتشوفه مباشرة ان شاء الله. ويا ريت ما تنساش تنشر وتشارك في كل مكان، لان زكاة العلم نشره وتعليمه. وجزاكم الله خيرا. شكرا.